ما يلا بينا نعمل زلابية ال10 دقايق او لقمة القاضي او لقمة الباشا زي ما بتسموها سموها، المهم اللي هي هتطلع معانا في 10 دقايق. عندي كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، ذرة ملح، وهنشوف هنحط ايه تاني، ومعلقتين من البيكنج باودر. المعلقة دي صغيرة يعني هنحط معلقتين، لو المعلقة كبيرة هنحط معلقة هرمية. بس كده، مش هنحط خميرة ولا اي حاجة لان هي زلابية ال10 دقايق هتتعمل معانا على طول، ولا هترتاح ولا هتخمر ولا اي حاجة خالص. عندك بقى زبادي حطي، عندك حليب حطي، وهتشوفي بقى دلوقتي قوام العجينه بتاعي هو دوت القوام اللي انا عايزاه. انا مش عايزاها سايله خالص ولا ماسكه خالص. هفضل بقى اقلب كده وازود الحليب حبه حبه لحد لما تطلع معايا. ايوه كده، انا عايزاها بتلزق كده، هو ده الشكل، تلزق في المعلقه وتطلع معايا كده، يبقى هي كده تمام وناجحه. يلا بقى نجيب كيس تلاجة او كيس حلواني ونحط كده بقى ايه العجينه بتاعتنا فيه، ونكون حاطين بقى الزيت بتاعنا على النار، وعايزينه على نار متوسطه ولا عاليه ولا واطيه. هحط بقى الزيت بتاعي كده، هحط المقص في الزيت وانزل زي ما انتم شايفين. هتنزل دلوقتي تتكور معاكم وتبقى بصوا يعني مش قادره اقول لكم على جمالها، ناشفه كده من بره ومن جوه طريه وحاجه عظمه بجد. طبعا احنا عارفين الاشكال اللي بتطلع من الزلابيه بتاعتنا، فالمره دي هتعملوها كده تطلع مكوره وشكلها وطعمها كمان تحفه بجد. كل اللي اكلها عجبته جدا في 10 دقايق. يعني لو محتاجه اي حاجه حلوه هتقومي وتعمليها على طول زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا اديها بقى تقلبتين 3 كده يا سيدي على الجمال والحلاوه، ولا هتشتريها بعد كده من بره. بصوا العظمه والجمال. هديها بقى تقليبه لحد لما اديها اللون الذهبي اللي انا عايزاه. انا بحب بصراحه الحاجه كده متحمره، انتوا عارفين بحبها غامقه كده، الذهبي الغامق ده. كده بقى خلصت معايا، هطلعها على مصفى، مش هطلعها على ورق مناديل، هطلعها على مصفى. هي كده كده على فكره ما شربتش زيت خالص 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 يا جماعه بجد. النشا قرمشه وخليها ما تشربش زيت. شايفين الجمال والحلاوه؟ عملت بقى معايا العظمه دي، كوبايتين دي عملوا معايا الجمال والحلاوه ده كله. عايزين بقى تاكلوها بالعسل، عايزين تاكلوها بالشوكولاته، بصوص الشوكولاته، بالسكر البودره زي ما انا هعمل كده. انا هعمل بقى بالسكر البودره وهعمل بصوص الشوكولاته. عندكم اي صوصات موجوده عندكم في البيت اعملوها. حابين تاكلوها بالطريقه اللي تاكلوها بيها بالف هنا على عيونكم. ايه رايكم؟ يا رب تعجبكم كده وتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات جربتوها ولا لا، عشان بجد هي سهله جدا وهتعجبكم جدا. ما خدتش مني وقت، عجنتها وعلى طول كده حطيتها على النار، طلعت معايا سهله وبسيطه. يعني لو جالك ضيف وعايزه تعملي حاجه حلوه هتقومي على طول تعملي الزلابيه بتاعت ال10 دقايق دي. ايه رايكم؟ بقول لكم من جوه مش مكتومه، هشه، طعمها عظمه بجد، تستاهل ان انتوا تجربوها. بحبكم وبحب انزل كل حاجه حلوه زيكم، وبفرح وبسعد قوي من كومنتاتكم. ايه رايكم بقى في زلابيتي؟ يلا قومي دلوقتي حطي الدقيق على النشا على البيكنج باودر واعملي لهم احلى زلابيه. سلام.